السلام عليكم، كيفكم؟ ايش اخباركم؟ اشتقت لكم كتير 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 ورجعت لكم بوصفة جديدة وحلوة وسهلة ان شاء الله تعجبكم. وهاي الوصفة من ايام الطفولة، حنجربها مع بعض احنا وانتم، وان شاء الله بتطبقوها وبتكون سهلة، واقدم لكم اياها بطريقة حلوة وسهلة حتى الكل يقدر يجربها، وان شاء الله تعجبكم. بس قبل ما نبدأ في الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك واشتراك وكومنت، ونبدأ وصفتنا. يلا بينا. اول حاجة بنجيب كزرونة، اي اشي ممكن نستخدم فيه. بنجهز 4 بيضات حجم كبير. اول حاجة بنبدأ نفصل البياض عن الصفار بالطريقة هذه. وهلا حنضيف كاسة وربع سكر. بنضيف معلقة صغيرة ملح، زرف فانيلا، واذا كان موجود فانيلا سائلة بكون افضل. نضيف ربع كاسة مية. بنقلب المكونات مع بعض. هنضيف مية سخنة في وعاء تاني، ونحط الكزرونة على بخار مائي. نفضل نقلب لحد ما يذوب السكر. بعد ما ذاب السكر في المضرب اليدوي نبدأ ندوبهم في المضرب الكهربائي. وهلا هذا القوام المطلوب بعد ما خفقناه ربع ساعة، لمدة ربع ساعة تقريبا. هاي القوام المطلوب. طالما انتوا وصلتوا للمرحلة هذه لا تنسوا الاشتراك واللايك، وشجعوني وقولوا لي من اي بلد بتتابعوني. هلا انا هحكي لكم شو هي الوصفة. طبعا احنا ببلدنا بفلسطين بنحكي عنها الشتوي. شايفين قوام المطلوب؟ حنسيبه على جنب. نجيب صينية وباكيت بسكوت اي نوع، المهم يكون سادة. وبنبدأ ناخد البسكوتات ونرصهم بالصينية، او اي كيس موجود عندكم ممكن نعبي فيه الكريمة. وهلا حنبدأ نعبي الكريمة بالطريقة اللي انتوا شايفينها. حبيها وارجع لكم. هلا هيك تمام. حندخله على الثلاجة لمدة ساعة حتى يتماسك. هذا حنحضر الشوكولاتة، اي نوع شوكولاتة موجود ممكن تستخدموه. وهلا انا معي هذا النوع الشوكولاتة الموجود عندي. نبدأ ننزل الكمية اللي بدنا اياها. وهلا حنضيف معلقة زيت، نفضل نقلب. بنقلبها لحديت ايش ما يصير معانا بالقوام اللي انتو شايفينه.
نفضل نقلب لحد ما نصل للقوام المطلوب زي ما انتم شايفين. حابين تجيبوا شوكولاتة خام ممكن نقصها ونقطعها ونحطها بحمام مية سخنة حتى تدوب، وهلأ ممكن اسيحها شوية بحمام مية سخنة. واذا وصلتوا للمرحلة هذه معايا لا تنسوا تشجعوني وتقولوا لي ايش رايكم، وانا حابة الفيديو هذا يوصل لعدد كبير من المتابعين والمشتركين. ما انتم شايفين الكريمة صارت جامدة ومتماسكة، وهلا حنغلفها بالشوكولاتة اللي سيحناها بالطريقة هذه. بعد ما غلفناها بالشوكولاتة بالطريقة اللي انتم شفتوها، هلا حنرجع ندخلها على الثلاجة لمدة ربع ساعة. وبهيك صارت وصفتنا جاهزة، وهي عبارة عن الشتوي أو راس العبد احنا بنحكي عنه. يا ترى انتو ايش بتحكوا عنه؟ طالما انا عملت هذه الوصفة معناته اني انا نجحت، لانه هذا الصراحة الوصفة مش موجودة في اسطنبول. صراحة لفيت الدنيا وما لقيتها. شايفين شكلها؟ بعدين هذه حلويات الطفولة، لذيذة وطيبة وجدا لذيذة. وانا هلقيتها بتمنى انكم تجربوها وتقولوا لي ايش رايكم في الوصفه. طبعا هذا بالنسبه لي انجاز صراحه. وهلا حنجربها مع بعض. بسم الله. طعمها جدا لذيذ. فعلا شتوي صراحة، وصفة لذيذة. يا سلام، طعمها كتير بجنن. بهيك صارت وصفتنا جاهزة. بتمنى منكم تجربوها وتقولوا لي ايش رأيكم في التعليقات، وتقولوا لي من اي بلد بتتابعوها وايش بتحكوا عنها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الاشتراك واللايك وكومنت